الحقيقة أنا مش قادر أصور، مش قادر أروح الشغل، مش قادر أفكر. في تقل كده، في توهان. مش فاهم، تقريبا دي مرحلة العشرينات. بس أهم حاجة أنت لو مبسوط ما تكملش الفيديو ده، مع اني محذرك في الاول وقلت لك ان انت ما تفتحش الفيديو، بس انت برضه فتحته. فلو كملت الفيديو هيكون على مسؤوليتك، بس احنا بندور على اجابة، فخلينا ندور مع بعض. وفي الاول والاخر الفيديو ده هو فضفضة، بنفضفض مع بعض، بفضفض مع نفسي. احب ان حد يريليت معايا للي انا هقوله يعني. انا مش عايز انشر الكآبة وكده، انا تمام، انا الحمد لله بمعنى الكلمة، الحمد لله راضي جدا. ولكن في تشتت يا صديقي، لدرجة ان الفيديو ده ما كانش عن كده. الفيديو ده انا كنت قاعد شغال على حاجة تانية خالص جوه، ليها علاقة بالقناة تانية اساسا. وبعد كده لقيت نفسي محتاج اكتب الفيديو ده، محتاج اتكلم في اللي انا عايز اتكلم فيه النهاردة، محتاج ان انا افضفض مع نفسي قدام الكاميرا وافضفض معاكم. بس الفكرة هنا ان انا مش بكون مرتاح بنسبة 100% لما اقول ان انا متضايق او ان انا تايه او ان انا مش فاهم، لان اللي قدامي لو جه سألني مالك طيب، بماذا تشعر، فيك ايه، فغالبا مش هعرف ارد عليه. ما تسألنيش مالك. المهم يعني، وانا مع نفسي في رحلة من التفكير العميق لاكتشاف الإجابة على السؤال المهم الأهم في تاريخ البشرية: ما الهدف؟ ما الهدف من هذه الحياة؟ شهادة تخرج، منصب عالي، فلوس، شريكة حياة تكون معاك تكون بتحبها وتقضوا مع بعض حياة سعيدة، بيت جامد، عربية لسه ما اخترعوهاش. أنا بقول لنفسي كل دي أهداف وكلنا بنسعى ليها، ولكن ما الهدف؟ ما الغاية؟ إيه الهدف الكبير؟ أنا لقيت نفسي برد عليا وبقول: انا عايز اخش الجنة. بالبساطة دي. ليه الموضوع مش بالبساطة دي؟ وانت ممكن تقول لي الموضوع كليشيه جدا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما اكيد يعني كلنا عايزين نخش الجنة، بس هل احنا بنعمل لكده؟ هل احنا بنسعى لكده؟ هل احنا مدين الموضوع اهمية او بنفكر نفسنا دايما ان احنا عايزين نخش الجنة زي ما احنا مثلا بنقول احنا عايزين الشغلانة دي او عايزين نسافر او عايزين فلوس او عايزين البنت دي؟ هل احنا بنفكر في الموضوع زي ما بنفكر في الاهداف الصغيرة بتاعت الحياة دي؟ مش عارف. انا عن نفسي كشخص مسلم شايف ان ربنا منزلنا على الارض دي والهدف بتاعنا موجود معانا. انت هدفك ان انت تخش الجنة، ده الهدف الكبير بتاعك. في اهداف موجودة في الدنيا، اوكي تمام، هنشتغل عليها، بس الهدف الكبير بتاعنا من المفروض ان احنا نكون بنسعى ليه وبنفكر فيه دايما ونفكر نفسنا بيه دايما، هو الهدف الكبير ده، الجنة. ما تاخدش من كلامي خالص ان انا بقول لك خلاص فاكس جواز، فلوس، عربية جامدة، بيت جامد، كل الكلام ده انا بقول لك خلاص افكس من كل الكلام ده. لا، كل الكلام ده اهداف نبيلة واحنا عايزينها ومحتاجينها عشان نقدر نكمل في الحياة دي. بس الفكرة ان الهدف الكبير اللي انا بقول لك عليه ما ينفعش نهرب منه، فاهم؟ فانت مثلا لو حاطط نفسك كلية معينة ان انت عايز تخش الكلية دي وفي الاخر ما دخلتهاش، فخلاص هتجيلك كلية تانية هتخشها، تحاول تجيب اخرك فيها عشان تعديها وتشوف ايه اللي بعده. لو كان في شغلانة معينة انت بتسعى ليها، بوزيشن معين انت عايز تبقى موجود فيه، وما حصلش نصيب، ربنا ما وفقكش وما بقتش موجود في البوزيشن ده، خلاص هتتعامل وهتشوف حاجة تانية وهتتطور فيها وتبقى احسن فيها. كان نفسك ان انت تكون غني جدا وتطلع زي الشيخ ادم، معاك فلوس كتير، بس طلعت بني ادم عادي، معاك فلوس عادية، فلوس تكفيك، ما طلعتش غني جدا زي الشيخ ادم، يعني خلاص هتكمل، هتعمل ايه؟ ولكن لو مفيش جنة خلاص مفيش تعويض، وانت مش هتقدر على الناحية التانية، العكس يعني، فاهم؟ مش هتقدر على الجزء التاني. فلو مفيش جنة خلاص كل سنة وانت طيب، يعني كل حياة وانت طيب، مفيش، خلاص. انا بتكلم عن نفسي وفعلا عايز يكون الهدف ده هو محور حياتي. اكيد انا عايز عربية، عايز فلوس كتير، عايز اسافر، عايز اتعلم اكتر، عايز يكون معايا شريكة حياة اللي انا بحبها. فكل الكلام ده انا عايزه، وكل البني ادمين بيبقوا محتاجين ان هم يعيشوا حياتهم بطريقة كويسة، والدين مش ضد الكلام ده خالص، وان انت تخش الجنة مش ضد الكلام ده كله خالص. معاك ان انت مش هتعرف تاخد كل حاجة ولازم تضحي عشان توصل لهدف كبير انت محتاجه، ولكن مفيش اي مانع ان انت تسافر وتتبسط وتتعلم ويبقى معاك فلوس ويبقى معاك بيت كويس ويبقى معاك شريكة حياة كويسة، وان انت تخش الجنة. ما اعتقدش ان في حاجة، ان في تعارض ما بين ده وده. لو استدعى الامر ان انت تضحي بحاجات معينه عشان توصل للهدف بتاعك هتعمل كده. بس بجد انا محتاج ان الهدف الكبير اللي انا حاطه لنفسي اللي هو الجنه هو يكون الهدف اللي بيحركني، هو اللي بيحرك حياتي. انا بصور الفيديو ده دلوقتي وبقول الكلام ده دلوقتي وانا ما اعرفش انا لما انام واصحى هكون بفكر في الهدف ده ولا لا، لان انا زهقت من نفسي، زهقت من ان انا احط هدف واعمل خطة وبعد كده انسى الهدف اللي انا كنت حاطه ده، ما كنش بنفس الحماس. انا زهقت من ده. انا دايما عايز افكر نفسي ان انا عايز اخش الجنة، لان لازم فكرة اننا نحط خطة معينة او نحط هدف لنفسنا وبعد كده ما نلتزمش بيه، ده شعور مميت.
ومحدش فينا بيحبه خالص. بس الفكرة هنا اننا بنفضل نعيد الدايرة دي كتير، اننا بنفضل نعمل الحاجة السيئة ونرجع نوعد نفسنا وبعد كده نعملها تاني، فاحنا في دايرة وبرضو بنرجع نبوظ الدنيا، مفيش جديد. بص، اول ما تعمل حاجه مش المفروض انك تعملها، مثلا قعدت على التليفون كتير جدا وقت زياده وانت كنت واعد نفسك انك مستحيل تقعد الوقت ده، او رجعت تعمل حاجه انت كنت واعد نفسك ان انا مش هعمل الحاجه دي تاني، ما تجلدش ذاتك بعدها، اوعى تجلد ذاتك بعدها، لا، عاقب نفسك بالسكات. انا هسكت وهروح اعمل حاجه مفيده، هشوف كورس انا مثلا كنت راكنه بقالي كتير، هروح انزل اتمشى شويه، هروح اقابل صاحبي، اي حاجه هتعملها غير انك تفضل تجلد ذاتك وتقول لنفسك انا غلطان، انا عملت كده، انا مستحيل اتعدل. ده مش عشان حاجه، مش عشان انت مثلا بتقلل ثقتك في نفسك، كل الحاجات دي موجوده طبعا، بس الفكره ان نفسك محتاجه كده، عايزه ان انت تجلد ذاتك بعد كل مره تعمل حاجه انت مش المفروض تعملها، فانت ما تديهاش اللي هي عايزاه. لا خلاص، انا وقعت دلوقتي، هسكت خالص، هروح اعمل حاجه مفيده، مش هتكلم مع نفسي ابدا، مش هقعد اقول بقى انا المره الجايه هعمل، المره الجايه هسوي، لا، المره الجايه لما تتحط في الاختبار ما بين التليفون وما بين مثلا المذاكره او ما بين التعلم حاجه، او الحرب ما بين انك تنام وانك تنزل تصلي الفجر، كل الاختبارات دي انت هتتحط فيها. لما تيجي تتحط فيها قول لنفسك الكلام اللي انت كنت هتقوله لنفسك لما عملت الحاجه، الكلام اللي انت كنت هتجلد ذاتك بيه قوله لنفسك ساعتها. لما تتحط في الحرب دي، في المعركه دي، ساعتها قول الكلام ده، قول لنفسك لا، انا المفروض دلوقتي اعمل كذا. بس ساعتها وانت في الاختيار، وانت في قلب الحدث، وانت بتختار ما بين حاجتين، حاجه انت المفروض تعملها وحاجه انت مش المفروض تعملها، ساعتها اختار، غير كده ما تعملش ابدا، ما تعملش. طيب خلينا نهدى كده شوية. احنا خلاص عرفنا الهدف الكبير بتاعنا، عرفنا ان في اهداف صغيرة موجودة في حياتنا او اهداف موجودة معانا في الحياة ان احنا عايزين نشتغل عليها عشان نقدر نعيش حياتنا ونوصل للهدف الكبير بتاعنا. بس قولي، انت تمام؟ يعني انت كويس؟ انا عارف ان انت ممكن تكون مسحول في الحياة وتايه وحاسس ان في حاجة غلط، يعني انا فاهم الحوار ده، بس هو الفكرة انك بتعمل شيء، يعني انت بتعمل حاجة في يومك. انا مش جاي هنا اقول لك تنمية بشرية، انا بس فاهمك ايا كانت المرحلة العمرية بتاعتك قد ايه يعني، او انت في انهي مرحلة عمرية، بس في اللي هو التوهان ده. بس هو الفكرة زي ما قلت لك، انت بتعمل شيء، انت بتعمل حاجة في يومك، ايا كان الحاجة اللي انت بتعملها دي بسيطة، ممكن يعني تخيل اي حاجة بسيطة انت بتعملها في حياتك وبتعملها في يومك، فانت بتعمل شيء، ما تشغلش بالك قد ايه الخطوة دي كانت صغيرة، طالما انت بتعمل الشيء كل يوم ومستمر عليه، حتى لو كان يعني خطوة صغيرة او بتاخد خطوة صغيرة او يعني بمقدار قد كده، بتذاكر كل يوم صفحتين، فجود فور يو، انت كده في الشهر هتكون بتذاكر 60 صفحة، فجود فور يو، مفيش اي مشكلة، انت بتفعل شيء، مش عامل زي الناس اللي مستني حد يقول له تعالى تعالى نغير لك حياتك، تعالى اعلمك لغة جديدة، تعالى تعالى قوم صلي معايا. انا مش عايزك تقارن، بس عايزك تحس بنفسك وانك فعلا بتعمل شيء، انك مش قاعد كسلان، انك في حاجة بتعملها، في شيء بيتحرك في حياتك، انت بتحاول. كل واحد ادرى بالحاجة اللي هو بيعملها، هل انا بحاول ولا انا بستعبط على نفسي بقول لنفسي ان انا بحاول بس انا فعلا ما بحاولش. انا بفكر معاكم بصوت عالي، انا كل الاسئلة دي بسألها لنفسي كل يوم، بس انت لازم تكون بتعمل شيء، بتاخد خطوة كل يوم. وانا عارف ان اكتر الناس اللي بيتفرجوا عليا ممكن يكونوا من سن ال 18 ل 25، انا عارف السن ده، فقريبين من سني برضو، الموضوع مش بعيد قوي. فانت لازم تربي نفسك، لازم تروض نفسك، لازم تجبر نفسك على حاجات وانت مهموم وانت حزين. الدنيا مش الطف حاجه، مش في كل الاوقات هتلاقي نفسك في المود ان انت تقوم تعمل شيء معين، مش هتلاقي في معظم الاوقات عندك شغف. بشوف حد بيقول لي شغف، كلمة شغف. الحياة مش وردية، فلازم تجبر نفسك، لازم تربي نفسك. ويا صديقي المستعجل اللي عايز كل حاجة تتغير كده، اللي عايز كل حاجة تتم كده فجأة، مفيش حاجة بتمشي كده. انت عشان تشوف فعلا تغيير ملحوظ لازم تتعب شوية، لازم كل يوم تغير حاجة بسيطة، لازم كل يوم تتعلم حاجة بسيطة. لو قلنا مثلا انك ما تعرفش حاجة خالص عن كرة القدم، ما بتعرفش تلعب كورة خالص، وقررت ان انت تروح مكان ان انت تتدرب فيه، وانك عايز تكون بتعرف تلعب كورة، عايز تتدرب على لعب الكورة، هل انت هتروح اول يوم يومين ثلاثة اسبوع هتلاقي نفسك بتعرف تلعب كوره وخلاص معاك كل الاساسيات؟ مستحيل، مش هيحصل، مستحيل يحصل الا لو انت حاجه خارقه للطبيعه، بس في الاغلب بنسبه 99% ده مش هيحصل، بنسبه 99.9% ده مش هيحصل. الجزء الثاني ده لو انت بقى انت موهوب، انت مولود كده، بس في الاغلب هتعاني في الاول، هتحس انك مش عارف حاجه، مش فاهم حاجه، عمال تتقدم خطوات بسيطه كل يوم، بتعرف حاجه معينه، مره تعرف ازاي بتمشي بالكوره، مره اللي هو هتباصي ازاي، طب هتستلم ازاي، طب هتستلم ازاي من غير ما ترفع رجلك من على الارض، طب هتمشي ازاي
برباط الجزمه كده، مش هتمشي الكوره ببطن رجلك مثلا. خطوات بسيطه كده، الاساسيات بتاعه الكوره. بعد كده واحده واحده، شهر 2 3 مع التقدم، وكل شويه بتتدرب وعمال خطوات بسيطه، تلاقي نفسك بقيت خلاص معاك اساسيات الكوره وبتعرف تلعب كوره. المعاناه اللي في الاول دي اللي انت ممكن تعانيها مع اي حاجه جديده انت بتعملها، او اي حاجه انت عايز تبطلها، او اي حاجه عايز تنتظم عليها، عارف ان هي بتكون صعبه، بس هي ما بتكونش المعاناه اللي في دماغك اللي هو انا فعلا مش هبقى طايق نفسي. هي بتبقى صعبه، بتبقى حاجه غريبه عليك. مع الوقت هتعدي، وما بتكونش فعلا المعاناه اللي في دماغك اللي انت فاكرها ان انت مش هتقدر تعيش حياتك. انت هتعديها، بس هي بتكون صعبه. ما تضحكش عليك، اي حاجه انت عايز تستمر عليها او اي حاجه عايز تبطلها بتكون صعبه، هي ما بتكونش سهله، بس دي الضريبه. مفيش حاجه بالسهل. فمع الوقت بتشوف التغيير الملحوظ بتاعك. بتتعلم لغه، بتتعود ان انت تذاكر فتره اطول، بتتعود ان انت ما تمسكش التليفون، بتتعود ان انت كل يوم تروح الجيم. التغيير الملحوظ هيبان واحده واحده، مش هيجي كده من لمح البصر. ده ما بيحصلش، ده مستحيل. ولكن مش ضروري عشان انت اتغيرت انك خلاص مش هترجع تاني زي ما كنت. لا، لازم هتفضل تروض نفسك، لازم هتفضل تجاهد نفسك. انت مثلا لو كنت بتشرب سجاير وبعد كده خدت خطوات معينه، قلت لنفسك ان انت هتقلل، وبعد كده حصل وربنا وفقك وبطلت تشرب سجاير، هل ده معناه كده انك خلاص انت كده انتصرت؟ لا، انت هتفضل تجاهد نفسك وتروض نفسك انك ما ترجعش تشرب تاني، لانك هتتحط في مواقف انك هتبقى عايز تشرب تاني. الفكره انك لما بتنتظم على حاجه فانت لازم تبقى بتبراكتس الحاجه دي وبتمارسها على طول عشان تفضل مستمر عليها. لو فضلت فتره ما تلعبش كوره هتلاقي نفسك البدني بتاعك وقع. لو انت مثلا بتذاكر لغه معينه فهتلاقي نفسك لو فضلت فتره ما تذاكرهاش هتلاقي نفسك ان انت نسيت حاجات فيها، وهكذا. نفس الحاجات اللي انت بتبقى مبطلها، لو لقيت نفسك اتعرضت لحاجه حفزت عندك ان انت عايز ترجع تعملها تاني، العاده السيئه دي، تلاقي نفسك بترجع عايز تعملها تاني. فانت كده كده هتفضل تجاهد نفسك وتروض نفسك على طول. يعني ما فيهاش مفر ان انت تربي نفسك وتروض نفسك. دي حاجه هتفضل تعملها طول حياتك غالبا، لان الشيطان كده كده موجود. فدايما خليك واعي للنقطة دي، تمام؟ بس نرجع لفكرة انك بتعمل شيء حتى لو كان شيء بسيط، بس انت لما بتعمل الشيء ده بتحس براحة نفسية. حتى لو انت كنت مكسل وقمت عملت الشيء ده، بتفرح انك فعلا عملت حاجة، انجزت حاجة، حتى لو كانت حاجة بسيطة. انا لما بقولك حاجة بسيطة مش معناه ان خلاص هتعمل حاجة بسيطة وانت تقدر تعمل اكتر من كده فانت مش هتعمل. لا، لو قدرت تعمل اكتر من كده فانت كده كده هتعمله. ده المفروض اللي يحصل. فاحنا كده خلاص اتفقنا ان احنا عندنا هدف كبير وعندنا شوية اهداف صغيرة ان هي تمشي حياتنا، وان احنا نستمتع برضو بحياتنا ونعمل كل اللي احنا عايزينه. لان ربنا عايزنا اقوياء، ربنا عايزنا متعلمين، عايزنا واعيين. دي حاجة لازم تحطها في دماغك، ان ربنا فعلا عايزنا اقوياء مش عايزنا ضعفاء. والاهداف الصغيرة اللي انت عايزها في حياتك دي هتخليك قوي، هتخليك متعلم، هتخليك واعي. فحط الموضوع ده في دماغك. بس اهم حاجة نكون عارفين اننا هنقع وهنحبط وهننسى الاهداف بتاعتنا، هننسى الاهداف اللي احنا كنا حاطينها. بس الاهم من كل ده ان احنا نرجع بسرعة، ان العودة تكون سريعة، ونشجع بعض دايما، ونكتب الحاجات اللي احنا بنفكر فيها، الحاجات اللي انت عملتها غلط، الحاجات اللي انت ممتن ان انت عملتها النهاردة. كل الحاجات دي هتفيدك جدا. او ممكن نصور نفسنا نعمل برنامج على اليوتيوب اسمه برنامج الشيخ ادم، نتكلم فيه عن الحاجات اللي بنفكر فيها. طبعا لو حد عمل كده كوبي رايت وش مش هخليه يعني يتهنى بلحظه على اليوتيوب. بس انت لاقي طريقه تخرج فيها الحاجات اللي انت بتفكر فيها، الحاجات اللي انت عايز تقولها. اختار الطريقه اللي انت عايزها، سواء كتابه، سواء تصور نفسك، سواء تسجل لنفسك، اي حاجه. بس خرج الحاجات اللي انت بتفكر فيها دايما. لحد دلوقتي انا لم اقرر انا هنزل الفيديو ده ولا لا، مش عارف. بس اللي انا عارفه ان حتى لو ما نزلتهوش هخليه عندي، عشان كل ما انسى الهدف بتاعي الكبير وانسى الاهداف بتاعتي ارجع اتفرج على الفيديو ده تاني واقرا السكريبت بتاعه وافتكر فعلا الهدف، وافتكر انا ليه موجود هنا، انا ايه اللي انا عايزه من هذه الحياة. فهخليه دايما يفكرني. وانا بجد ممتن لاي حد بيتفرج على الفيديوهات واي حد وصل للوقت ده من الفيديو. بشكرك جدا واتمنى لك حياة سعيدة، اتمنى لك تحقق كل اهدافك اللي انت حاططها في الحياة دي، اتمنى انك توصل للهدف الكبير بتاعك. وبس يعني يا رب تخش الجنة، وسلام. جامد أوي الكادر ده، بص.